بسم الله، نبداو على بركة الله. صليوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. شراكم البنات؟ نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة بيتي موضة. طلع البدر اليوم وبان كيف الحال نحيا وننسى ولكل منى نمنح شمسا ونضيء فنارا أو مرسى لغد يأتي. نبداو نقليو الزبدة والزيت، نطيبو الجري تاعنا على برمة الفشوش تعطيها بنة. بسم الله ما شاء الله، نطيبوها على نار قليلة. هنا عندي كمية تاع اللحم، نخليوه يتقلى مليح من بعد نضيفو البصلة. هنا كل واحد والكمية تاع افراد العائلة تاعها. انا مديت الطريقة اللي هزيتها على امي. خليوها تتقلى مليح. هنا بعد ما تقلات البصلة واللحم نمرقو بالماء سخون. بعد ما نشوفو اللحم تاعنا بدا يطيب نخليوه حوالي نص ساعة باه يطيب اللحم. نلوحو الفريك، خليوها تطيب في عقلها على نار هادية. هنا نديرو زوج وصفات بعجينة واحدة، ميني بيتزا ولي كورني. نبداو في الوصفة: كاس حليب دافي، مغرف كبيرة خميرة، ومغرف سكر كبيرة، وزوج مغارف ناتور اللي هو ياغورت طبيعي. نخلطوهم ونزيدو حبة بيض كاملة مع كمية من الزيت والملح، وفي الاخير نلمو بالفرينة ونخليوها ترتاح.
تحضير لاصوص تاع البيتزا. حيو طماطم مع مغرف طماطم مصبرة، هريسة، نضيفو رفاح وفلفل احمر وفلفل حار، فلفل كحل وملح وجامبو، ونخليوها طيب. هنا نحلو العجينة ونشكلو لي كورني. كنا لحقنا لنهاية الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى من كل قلبي انها عجبتكم واستمتعتم بالمشاهدة واستفدتوا منها غير بشوية. اي بون ابيتي. ربي عز وجل قال لنا نقدر نمد الانسان وهو يعصيني، وتقدر انت تكون متمرد وربي يعطيك الخير ويعطيك الدراهم يعطيك الصحه، ويقدر واحد اخر يصلي يمرض انت ما تمرضش. يقدر انت نهار كامل وانت تكفر لا باس عليك، وانسان يصلي 5 صلوات مدينه مسكين في لومبيلونس وين مسكين الدرس راه في حاله ظهره عباك تكسر طاح تكسر وهو كان يصلي. يقدر يكون الحال هذايا، بصح هذاك الشيء اللي عطاه لك الله الهناء كي تكون عاصي ربي اي حاجه تاع الملاحه يمدها لك معناتها استدراج، وكي تكون تطيع الله اي حاجه يمدها لك ربي عز وجل معناتها خير لك. شفت الفرق؟ تولي العطاء يتبدل. نفس الباطا اللي يعطينا انت عطاك باطا وهذاك عطى له باطا، بصح انت ياك تطيع في ربي عطالك باطا مليح هذيك هديه باش تكمل طريق تشجيع ليك، والاخر يعصي في ربي عطى له نفس الباطا ونفس الحاجه واش كاين نفس الحاجه دا نفس الهديه، بصح كي داها ربي قال له هديه ديها باش خاطرش يوم القيامه حنعذبك، راني نعطيها لك باش تكمل رزقك كي يخلص لك لي زينيتين ديك. سما الان فرق بين هذا وهذا، العطايا تاع ربي تتبدل من بعدها. شوف الان ربي عز وجل قال أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. أنا نزرب لك برك في الآخر تاعك تكونسوميهم هذا ما كان. إذن الآن لما يكون الإنسان قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه فاعلم أنه استدراج. كي يكون إنسان خارج طريق يبدأ ربي يفتح عليه أعرف بلي ربي يستدرج فيه. صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أبو الدرداء وغيرهم حطوا لهم الماكلة، تفكروا اليامات اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وتفكروا مصعب بن عمير كيفاش ما لقاولوش كفن